السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم السيد عزت، والنهاردة هنتكلم عن الارتفاع الجنوني في الأسعار في الأيام المقبلة. مع قدوم شهر رمضان المبارك الأسعار هتزيد بنسبة 125% دون تدخل من الحكومة. طيب وبعدين المواطن الغلبان هيعمل ايه؟ إذا كان المواطن مش مستحمل ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، طب لما الأسعار تزيد أكتر ايه هيكون حال المواطن بعدها؟ والحكومة مش بتتدخل ولا في أي دعم من الحكومة لضبط الأسعار في السوق، والتضخم بيزيد بنسب متفاوتة للغاية، وهو ده حال مصر في الأيام المقبلة. احنا هنعيش مرحلة صعبة في الأيام اللي جاية، وبرضو الحكومة نايمة في العسل. النقطة اللي أنا عايز أوصلها للحكومة إن يجب على الحكومة تدخل فورا لإنقاذ المواطن من غلاء الأسعار وضبط الأسعار وضبط سعر الدولار. الدولار أصبح وسيلة للتداول، أصبح وسيلة للمضاربة. الناس كل همها إنها تخزن الدولار علشان أول ما سعره يرتفع تبيعه بسعر أعلى، وهو دوت حال بلدنا. ومفيش أي تدخل من جانب البنك المركزي، مفيش قرارات صارمة لردع هؤلاء التجار الذين يتاجرون في العملة الصعبة. مصر في حالة فوضى، مصر في حالة فساد، مصر في حالة انعدام أخلاقي. فطبيعي جدا إن أي شيء سلبي يحصل في مصر في ظل الأوضاع الراهنة. وهي دي النقطة اللي أنا عايز أوصلها للحكومة، وهي دي المعلومة اللي أنا كنت عايز أوصلها لكم. وكان معكم السيد عزت، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي لكي يصل إليكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.